الآن ندعو في هذه اللحظة من اللحظات البرنامج للأخ الكريم محمد من الدرجة الثانية. ندعو طالب العلم محمد. الحمد لله الذي خلق الإنسان على أحسن تقويم وعلمه البيان، وجعل بعضه أرفع شأنا في فهم أسرار بلاغة القرآن، وأكمل منهم من أقدره على فهم المعاني وعلى وجه التبيان. والصلاة والسلام على رسوله الذي هو خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بفيضان الرحمن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من قبل كل شيء أقدم لكم تحفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن موضوع الذي أعينت في هذا البرنامج للبيان هو ذم كثرة السؤال. مثلا يقول رجل للآخر: ما لون كلب أصحاب الكهف؟ أو يقول: ما أكل لحم ذبح إبراهيم؟ أو يقول: متى ذبح شاة الجنة؟ وانظروا بنفسكم في تفسير هذه الآية: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في قصة بني إسرائيل لما قتل فيهم رجل فكسروا السؤال فخسروا في الدنيا والآخرة. وقصتهم بهذه الطريقة: قتل رجل في بني إسرائيل ولم يعلم قاتله، فجاءوا إلى موسى فقالوا إليه: يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا من قتله. فوحى الله عز وجل إلى موسى فأمرهم بذبح بقرة، فسألوا كيف هي وما لونها وما صفاتها، فخسر الله البقرة عليهم. تفكروا إن البقرة التي لونها صفراء وهي لا فارض ولا بكر، هي تجد بمال كثير وبدراهم كثيرة، فخسرانهم في الدنيا ذهاب مال كثير، وفي الآخرة عذاب شديد. وكتب المفسرون في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصح للصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال أقرع بن الحابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواية هذا الحديث متعلق بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مقام آخر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مثلا يقول رجل للآخر: ما اسم أم موسى وما اسم أبي فرعون؟ ونقل معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الغلوطات، وهذه المسائل سبب للفتنة في أوقات كثيرة. ولما قرب وقت موت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأوصى لأصحابه فقال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث آخر:
إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. مستمعين الكرام، إن كثرة السؤال سبب للتهذيب وللصعوبة في الأمور ولقهر الله المتعالى عز وجل ولإغلاظ الأحكام والأوامر، كما ذكر في قصة السابقة. تفكروا، إن كثرة السؤال فعل عبث لا فائدة فيه، فإن كثرة السؤال عمل الجهلاء والفساق، فإن الأتقياء والأولياء والصوفيين الكرام والعلماء يجتنبون من كثرة السؤال ومن كلام عبث ومن كلام الذي لا طائل وفائدة تحته. فينبغي لنا أن نترك السؤالات التي لا طائل تحته، لأن نطلب ونعمل الأفعال التي تكون سببا لفوز الدنيا والآخرة ولرزاء الله المتعالى عز وجل. وفي كثرة السؤال رزاء الشيطان قليلا كان أو كثيرا. عباد الله، فعلم من هذين الآيتين ومن هذه الأحاديث ذم كثرة السؤال، فينبغي لي ولكم ولكل مسلم اجتناب من كثرة السؤال. فأطلب في آخر هذا البيان من الله تعالى لنفسي ولكم التوفيق لعمل هذا البيان، وأطلب من الله تعالى إصلاح أعمالنا ومغفرة ذنوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كلهنا أو دري والفسقون كلهنا أو دري والفسقون كلدش أو غيري والفسقون كللاشم لجهاد جمد قرطة كللاشم لجهاد جمد قرطة أفريد سريم والفسقون انقلاب دي مجاهد جانا کی ورد انقلاب دي مجاهد جانا کی ورد تکافر وشرخاني والفسقون كلهنا أو دري والفسقون كلدش أو غيري والفسقون. جزاكم الله أحسن الجزاء. داود الوهمي درجة محترم محمد صاحب شمش أوتاسو ده فعربي شبه سرايب قلم وزبار ده خير الجهان